سلام على الشعب العراقي. بما انه احنا ننتظر موازنة 23 الانفجارية اللي راح تروح معظمها في بطون الحرامية واحزاب السلطة والناس اللي تستغل المال العام واللي حطت بنود وابواب صرف مرعبة امام انظار العراقيين، راح اقدمها واتمنى من الجميع ان يحضر لطمية ويانا حتى نلطم على الارقام اللي وضعت في موازنة 23 لحكومة الخدمة الوطنية التي تبجحت امام الرأي العام العراقي. ستكون موازناتها ترشيق ومحاربة للفساد وتقليل النفقات، تالي متالي نفقاتنا صارت في 10. وهاي الارقام اللي راح اعطيكم اياها من بنود الموازنة اللي تم التصويت عليها، اللي ما ركضوا ورا هاي المليارات والتريليونات اللي وضعت للرئاسات الثلاث. خلوا سلم الرواتب معلق، خلوا الناس بدون سلم رواتب وحذفوه وشالوه. لان من يعدلون هذا اللي يستلم 4 و6 مليون و10 ويا المهندس والمعلم يستلم 500. شلون تكفرون انتم بهذا الموضوع؟ الشغله الثانيه، شلون انا اعوض النقص والفرهود من القروض، من المصارف، من الجبايه، من زياده البنزين، من زياده الغاز، من ضرائب سفر، من ضرائب عقار، وراح ينعلون كبير العراقيين في الضرائب والرسوم حتى يطلعون الفرق بالموازنة من جلدي وجلدك. وأنا أقول إلى جمهور الإطار، البقية متعاطف معنا ويعلم نحن صادقين، لا سلمنا رايتنا ولساننا وقلمنا إلى العبادي أو عادل عبد المهدي أو المالكي ولا سلمناه الآن. فيا جمهور الإطار الخاضع والخانع والمهيمن على عقلك، فكر بأبوك اللي ما عنده مستشفى يتعالج بيها، فكر بأمك الآن من تتمرض تبيع بيتك حتى تسفرها، فكر بابنك اللي جاي يقعد بالقاع هو والجنطة مالته في سبيل يروح المدرسة، ما عنده مدرسة مثل الأوادم ونحن نطفو على بحيرات من الذهب. اسمعوا الأرقام وانتم حكموا يا شعب العراق. اولا، تخصيص رئاسة الجمهورية في موازنة 21 و22 كانت 62 مليار دينار، رقم مرعب وخيالي. الآن في موازنة 23 طفرت إلى 96 مليار. هذا الرقم منين اجى؟ شلون صار؟ لا أنا ولا أنت ولا أبويا ولا بيبيتي بالفتحة الخامسة تدري. اثنين، مجلس الوزراء اللي هو متمثل بالحكومة والأمانة العامة والوزراء والحاشية والمستشارين، كانت موازنته الانفجارية وإنفاقه المرعب وإفاداته ونثرياته وأمواله اللي ماصة من دماء الموازنة وقوت الشعب العراقي كانت 425 مليار في موازنة 21 و22 وموازنة 20 و19. الآن صارت 1 تريليون و200 مليار. يعني موازنة رئيس الوزراء الحالي انضربت في 3. كانت 425 مليار انفجارية، الآن صارت 1 تريليون و200، يعني انضربت في 4 موازنة مكتب رئيس الوزراء. 3 مجلس النواب كانت الموازنة مالته 175 مليار، هم وحماياتهم وإفاداتهم وجلساتهم ونثرياتهم وتصليح مكاتبهم ولجانهم. 175 مليار في موازنة 21 و22، الآن صارت 470 مليار. أعطيكم بعد أرقام مرعبة وسجل يا شعب العراق. في بند بالموازنة العراقية يقول تخصيصات منح طوارئ لرئاسة الوزراء. شنو منح طوارئ؟ يعني بغداد تغرق، ناس مثلا يصير حادثة كارثة، يصير زلزال، يصير مشنو، تصير قضية للعراقيين، الحكومة عندها فلوس طوارئ تصرف آنية. بموازنة 21 كانت 150 مليار دينار تحت ايد رئيس الوزراء يتصرف بها بالطوارئ. موازنة 22 نفس الحالة. في موازنة 23 الطوارئ صارت 500 مليار. 500 مليار يعني انضربت في 4. بعد تخصيصات الجهات الأخرى التابعة لرئاسة الوزراء. شنو تخصيصات جهات أخرى تابعة لرئاسة الوزراء؟ لا أني ولا أبويا ولا بيبتي تدري. موازنة 21 22 كانت ب 378 مليار، 378 مليار. الآن في موازنة 23 990 مليار، اللي هي شنو؟ تخصيصات الجهات الأخرى التابعة لرئاسة الوزراء. طبعا هاي مدى أعرفها أنا شنو.
فالمصيبة سيد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني ظهر معي في لقاءات عديدة، واحدة من اللقاءات المتلفزة في برنامج في دائرة الخطر قال لي بالنص هناك، طبعا من كان هو رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي اللي يراقب عمل مصطفى الكاظمي، قال لي عن هذه الأرقام السابقة إنها أرقام مهولة تصرف لرئاسات الثلاث، فما محتاجيها نقنن من عندها نخلي كم مليار يتصرف به رئيس الوزراء، ماكو داعي مليارات لمكتب لرئاسة الجمهورية، ورئاسة الجمهورية عبارة عن كفر لا تحل ولا تربط. وهسه داس العراقيين بالشوارع، بابا منو رئيس جمهوريتك؟ ما يعرف شو اسمه. مجلس النواب شنو فائدته على العراقيين؟ دا يستلم رواتب وحمايات ونثريات. ليش اني اقفزه من 175 مليار اسوي 400؟ ليش رئاسة الوزراء كانت 425 مليار ليش اسويها 1 تريليون و200؟ ما حد يدري. فرئيس الوزراء كان يتحدث عن اموال مرعبة وينتقد انتقاد لاذع مصطفى الكاظمي. الان في بنود موازنتك خويا مليارات وتريليونات طافرة، وبالتالي شنو اللي راح يصير؟ الموازنة راح تمر، وراح تمر هاي المليارات، وراح تتفرهد المليارات، وما راح يبقى مليار بخزينة الدولة، وراح ننطلب ديون إلى جد جدك أو أطفال أطفالنا راح ينطلبون ديون. وتالي شنو الرصيد اللي حصلناه؟ ديون، فوائد على الديون، هم راح يستفادون هم وأولادهم وأولاد أولادهم بهذه المليارات، والشعب راح يروح للدوائر البلدية، يروح للضريبة، يروح للجمرك، يصمطوه صمط بالجمارك وبالضريبة. وبالتالي شنو اللي يصير؟ بنزينك راح يرتفع، وبعد العراقي يصفق لهذه الحكومة والأحزاب. السلام عليكم.